السلام عليكم، أنا أشرف. الفيديو ده هنتكلم عن أهم 5 حضارات، مش أقدمهم، ركز معايا، أهم 5 حضارات. طب أنت عارف أصلا يعني إيه كلمة حضارة؟ كلمة حضارة دي عكس البادية، والبادية كده لو فكرت فيها هتحس إن هي حاجة إيه، بدائية. فكلمة حضارة معناها الرقي في العلوم، الرقي في المعاملات، الرقي في الصناعة، الرقي في الزراعة. هي دي كلمة حضارة. لذلك إحنا هنتكلم عن أهم الحضارات اللي صدرت علوم للبشرية أو اللي فادتها بطريقة أو بأخرى. أو نقدر نقول ال5 حضارات اللي فادوا البشرية بطريقة مباشرة. أول حضارة معانا أو حضارة رقم 5 معانا الصين. الصين من أهم اكتشافاتها إن هي اكتشفت الورق اللي إحنا دلوقتي بنستخدمه، واكتشفت كمان أو قدرت تصنع البارود، وقدرت كمان تصنع البوصلة. تخيل معايا كده، سيبك من دلوقتي والتكنولوجيا اللي أنت فيها، مع إن أنت برضو معتمد على البوصلة، بس تخيل كده في العصر القديم كم الاكتشافات اللي حصلت بسبب بس اكتشاف البوصلة إنه حصل. الحضارة رقم 4 معانا الحضارة الرومانية، اللي بدأت من روما الصغيرة خالص دي في شبه جزيرة إيطاليا، وامتدت إن هي تستحوذ استحواذ كامل على معظم أنحاء أوروبا، وخدت كمان أجزاء من شمال أفريقيا. أنا عايز أقول لك إن الحضارة دي أهم ما كان يميزها نظام الحكم الصارم اللي فيها. قد إيه هم كانوا صارمين في طريقة حكمهم، وقد إيه ما كانش عندهم تهاون في التوسع ولا إن هم يبقوا إمبراطورية عظيمة. أنا عايز أقول لك إن الناس دي كان عندهم هوس فظيع بالمعمار، زي مثلا الكولوسيوم. تخيل كده ان انت تبص معايا على الكولوسيوم ده دلوقتي وانت منبهر بيه ازاي. الناس دي عملوه بطرق بدائيه جدا. كمان ومن اشهر علوم الناس دي غير العماره طبعا اللي اتكلمنا فيها، عندهم الطب، وكمان عندهم الملاحه. الناس دي كانوا تقدر تقول ان هم بيلفوا العالم كله بالمراكب بتاعتهم. الناس دي كان عندهم قدره فظيعه على ان هم يتوسعوا. نخش بقى على الحضاره رقم 3. الحضاره رقم 3 دي كلنا اتاثرنا بيها من حيث الاساطير. مين فينا مثلا ما اتفرجش على حرب طروادة؟ مين ما اتفرجش على فكره كعب ايكيليس؟ او ما شافش هيركليس وزينة؟ الحضاره الاغريقيه اللي كانت كلها اساطير. الحضاره دي اشتهرت جدا ان هي كانت متقدمه في العلوم المختلفه. يعني اشتهرت جدا بالطب، اشتهرت جدا في علوم الفلسفه وعلوم الادب، اشتهرت جدا جدا بحساب المثلثات، فيثاغورس طبعا، اشتهر فيها ارسطو، افلاطون. الحضاره دي كانت مشهوره جدا بحبها للعلوم ومدى حبها ان هم يطوروا في العلوم دي، وكانت اعلى المراتب فيها للعلوم طبعا او للمتعلمين. وكمان ما نقدرش ننسى شهرة الناس دي في العمارة. الناس دي بنت معابد رهيبة، ومن أشهر معابد الناس دي أو من أشهر معابد الحضارة دي معبد زيوس الأوليمبي اللي موجود دلوقتي في آسيا. واخدك ونطلع على حضارة بلاد ما بين الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، حضارة سومر أو الحضارة السومرية. الحضارة دي أهم حاجة ميزتها نظام الكتابة المسماري. الناس دي على حسب كلام العلماء بيقولوا إن هم أول ناس وضعوا نظام للكتابة. يعني دونوا حاجات كتير، عملوا نظام زي ما تقدر تقول كده نظام الديوان. الناس دي كان عندهم قاعدة بسيطة خالص. القاعدة دي بتقول إن كل اللي عنده علم يبقى على رأس الهرم. بالظبط كده، نظام هرمي. كلنا عارفين ان كل المجتمعات والحضارات هي على نظام هرمي، الاعلى فالادنى فالادنى لحد عامه الشعب او الناس اللي موجوده في الشعب، مجرد ان هي بتعمل اعمال الشر. الناس دي بقى كانت بتقدس جدا العلوم، وكانوا بيحطوا اي حد متعلم او كل المتعلمين واللي عنده سلاح المعرفه على راس الهرم ده. كان عندهم مقوله بتقول ان النظام الهرمي ده اهم حاجه فيه المتعلمين واللي عندهم علوم، وباقي الناس باقي كل الناس يقوموا بالاعمال الشر. عشان كده الحضاره دي اتطورت جدا. كانوا بيقوموا بحاجه كده زي نظام التكنوقراط اللي احنا بنسمع عنه دلوقتي. ونظام التكنوقراط لو انت ما تعرفوش هو انك تحط كل صاحب علم في مكانه. يعني تحط الدكتور في وزاره الطب، تحط مثلا المهندس في المعمار، ما تخلطليش الدنيا. هي دي نظام التكنوقراط اللي كان السومريين ماشيين بيه، وعشان كده هي تاني اهم حضاره اتوجدت على وجه الارض. تعالى بقى نروح على أهم حضارة وجدت في تاريخ البشرية، مش أقدمها، أهمها، الحضارة الفرعونية. الحضارة الفرعونية دي كل الحضارات اللي جت بعدها وكانت معاها في وقتها استفادت منها. الحضارة الفرعونية كانت متقدمة جدا في العلوم، متقدمة جدا في الطب، متقدمة جدا في حساب المثلثات، متقدمة جدا في الرياضيات عموما. نقول إن الحضارة الفرعونية هي أم الحضارات. ده غير طبعا اختلاف العلماء في ان هم بيقولوا ان مثلا الحضاره الفرعونيه بدات من سنه 3200 قبل الميلاد. في ناس تانية بتقول ان هي امتدت ل 5000 سنه قبل الميلاد. بس احنا في الفيديو ده مش بنتكلم على الحضارات الاقدم، احنا بنتكلم على الحضارات الاهم اللي اكيد ان منها اهم حضاره هي الحضاره الفرعونيه. تعالى كده تخيل معايا، شوف الهرم.
مفيش مبنى زيه. طب تعالى كده بص على المعابد الفرعونيه. طب تعالى كده بص على فن التحنيط اللي لحد دلوقتي محدش قادر يوصل لسره. من اهم النقط او من اهم الحاجات في الحضاره الفرعونيه نظام التدوين الهيروغليفي، اللي وصل لنا علومهم واللي عرفنا هم كانوا بيعملوا ايه او حياتهم كانت ماشيه ازاي وكم التقدم والتطور اللي كانوا فيه. تعالى اقول لك كمان ان الفراعنه كان عندهم اول جيش نظامي، كان عندهم اول جيش نظامي، او تقدر تقول اول خطه عسكريه تحارب بفكره الجناحين. ده معناه انك تقسم جيشك لمقدمه وجناحين، وده كان في عهد الملك تحتمس الثالث، واللي بيصنف لحد دلوقتي انه من اعظم قاده الحروب او من اعظم قاده الجيوش على مدى التاريخ. ده كان فيديو النهارده عن اهم 5 حضارات في تاريخ البشريه. لو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشاركه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عجبتك الفكره تابع صفحه معلومه. ولو عندك اي كومنت، الكومنتات مفتوحه، تقدر تناقشني في اي حاجه. بس كده كان معاكم اشرف، السلام عليكم.